ليه بنفضل في علاقات عارفين إنها بتتعبنا؟ عمرك سألتي نفسك السؤال ده؟ أنا عارفة إن العلاقة دي بتتعبني، وعارفة إن في حاجات بتحصل مش مفرحاني ومش صح. طب ليه لسه مكملة؟ ليه أحيانا بنكون شايفين الحياة قدامنا ومع ذلك بنعمل نفسنا مش شايفينها وبنفضل متمسكين بالعلاقة اللي بتستنزفنا دي؟ الحقيقة إن الموضوع مش دايما ضعف، مش دايما معناه إنك مش عارفة مصلحتك. لا، أحيانا بيكون وراه أسباب جوانا إحنا أعمق بكتير. النهاردة هتكلم معاكي عن 5 أسباب يمكن يكون سبب فيهم في حياتك، أو ال5 كلهم. اسمعي الفيديو ده بتركيز كده، واشربي حاجة معايا، واقعدي اسمعي الفيديو ده. السبب الخامس هو أصعب سبب في تنفيذه، عشان كده خليته للآخر. أول سبب: الخوف من الوحدة. أوقات كتير بنخاف من فكرة إننا نبقى لوحدنا، أكتر من خوفنا إن إحنا نفضل في علاقة بتوجعنا. فنقول لنفسنا يمكن العلاقة دي أحسن من ما أبقى لوحدي. طب لو مش مع الشخص ده هكون مع مين؟ طب يمكن مفيش حد تاني يحبني، يمكن أنا أصلا محبش حد تاني. هنا بقى لازم تقفي مع نفسك، لأن الخوف من الوحدة بيخليكي تقبلي حاجات في الطبيعي لو انتي مش خايفة من الوحدة ما كنتيش هتقبلي. وممكن يخلينا نخلط بين حاجتين، يعني مش هينفع نخلط ما بينهم: وجود شخص في حياتنا، وان وجوده فعلا اضافة لحياتنا. كونك مش لوحدك مش معناه بالضرورة انك مش وحيدة. لا، احيانا بتكوني وسط ناس كتير بس حاسة انك لوحدك تماما. فمش مهم ان يبقى حواليكي ناس، المهم يبقى حواليكي ناس اضافة لحياتك. تاني سبب: التعلق. مش كل مرة بنبقى متمسكين بالعلاقة لان العلاقة نفسها كويسة. هقولك يعني ايه التعلق. يعني احيانا بنكون متعلقين بالذكريات والايام الحلوة واللي الشخص ده كان عليه في الاول. يعني اول ما عرفت البني ادم ده كان حلو قوي وكان في حاجات حلوة، فانا متعلقة بالذكريات دي، باللحظات اللي حسيت فيها اننا احنا الاتنين محبوبين ومفهومين. فنفضل مستنيين بقى ان الشخص يرجع تاني لنفس الصورة اللي انا عرفته عليها، ونقول هو مش وحش، هو في الاول كان حلو، في الاول كان بيعمل، في الاول كان بيقول، بس هو دلوقتي مختلف شوية، اتغير شوية. يمكن الفترة دي بس وهيرجع لزي ما كان. يمكن لما الظروف تتحسن هيتغير. وبقعد بقى أسأل أقول أدي توقعات إن لما مثلا عنده ظروف في الشغل تخلص هيرجع كويس. يمكن لما الظروف تتحسن هيرجع كويس. يمكن لما أنا أتغير هيرجع كويس. بدورله على أي سبب إن هو يرجع كويس عشانه. هو أنا متعلقة بالشخص الموجود قدامي دلوقتي، وأنا متعلقة بالشخص اللي نفسي يرجع؟ فده سؤال مهم جدا لازم أسأله لنفسي. انا متعلقة بمين فيهم؟ الشخص اللي كان زمان وما بقاش موجود دلوقتي، ولا الشخص اللي قدامي دلوقتي؟ ده تاني سبب ممكن يكون موقف، يعني ان علاقتك تتحسن بالشخص اللي انتي معاه. تالت سبب: الامل انه يتغير. مش هقولك مفيش حد بيتغير، لا، في ناس بتتغير كتير. هقولك ازاي. ده من اكتر الحاجات اللي بتخلينا نستمر ونقول انا هصبر عليه، هو هيفهم مع الوقت. يمكن لو عرف انا بحبه قد ايه هيتغير. يمكن انا اللي اقدر اساعده، يمكن بس محتاج مساعدتي في حاجة. بقعد اقول كده. بس في نقطة مهمة جدا: هو انتي تقدري تغيري سلوكك انتي، قراراتك انتي، حدودك انتي، حياتك كلها انتي، لكن مش هتقدري تغيري شخص هو مش عايز يتغير. التغيير الحقيقي اللي هو فعلا تغيير حقيقي مش بيمثل قدامك انه اتغير عشان تهدي وتسكتي. لازم يبدأ من الشخص نفسه، مش من خوفك عليه ولا من حبك ليه ولا من انك تستحمليه اكتر. ولا احيانا بدل ما نسأل نفسنا ازاي اخليه يتغير، احنا محتاجين نسأل نفسنا سؤال تاني خالص: انا هعمل ايه لو هو ما اتغيرش؟ ليه بقى تسألي نفسك السؤال ده؟ لان انتي مش في ايدك تغيريه، انتي في ايدك انتي تعملي ايه لو هو ما اتغيرش. ده بيرجع السؤال ده بيرجع القرار لايدك انتي. فانتي في ايدك نفسك، مش في ايدك اي بني ادم تاني. رابع سبب: الخوف من الندم.
ده سبب مهم جدا جدا جدا. ممكن تكوني عارفة ان العلاقة اللي انتي فيها دي مش مريحة خالص، وخايفة تاخدي القرار تندمي بعده وتقولي يمكن انا استعجلت، يمكن كان ممكن الموضوع يتحسن، يمكن كان ممكن يتغير، او بعد ما انهي الموضوع اكتشف اني خسرت انسان كويس. طب خليني اسألك سؤال مهم ممكن يخليكي تعرفي انتي عندك خوف من الندم ولا لا. هو الخوف من الندم حاجة كفاية قوي انك تفضلي في وضع يوجعك وعلاقة مش عاجباكي عشان خايفة من القرار؟ يعني ده انتي شايفة ان ده سبب كافي توقفي حياتك عشانه، عشان خايفة تندمي؟ انا مش بشجعك تنهي علاقاتك، انا بقولك فكري ايه السبب وصلحي علاقتك. لان انا هدفي من الفيديو ده ان احنا نصلح علاقتنا. احيانا بيكون السبب مش الشخص اللي قدامي، السبب فيا انا، الغلط فيا انا، في طريقة تفكيري انا، في قراراتي انا، في اسلوبي، مشاعري، سلوكياتي. احيانا بيكون الغلط مني انا، فانا ببقى قاعده مستنيه بقى اللي قدامي يتغير ومستنياه بقى. فالخوف من الندم هيفوقك، هتسألي نفسك انا فعلا خايفه اندم؟ طب ما انا لو سبته ايه اللي هيحصل؟ طب انا اصلا سبب كافي قوي ان انا خايفه من الندم قوي كده ليه؟ ما ناخد القرار سواء هكمل او مش هكمل. انا بشجعك دلوقتي ان انتي لو هتكملي هتبقي فهمتي انتي خايفه من ايه. ويمكن ده سبب مهم جدا 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 وصعب شويه في تنفيذه، بياخد مننا وقت، ان احيانا بنفقد الثقه في نفسنا. يمكن دي نقطه صعبه. ليه؟ لما حد يفضل فتره طويله يقلل منك، يشككك في مشاعرك، يخليكي كل مرة تسألي نفسك هو أنا مكبرة الموضوع، يمكن أنا حساسة بزيادة، يمكن أنا اللي غلطانة، يمكن المشكلة في أنا، هيطلع المشكلة فيكي وخلاص. مع الوقت ايه اللي هيحصل؟ هتفقدي الثقة ان انتي تحكمي على الأمور، فهتبقي عارفة انك تعبانة لكن مش واثقة ان من حقك تمشي، وعارفة ان في حاجة غلط لكن مش واثقة في ان احساسك ده حقيقي. وعشان كده المشكلة مش العلاقة، المشكلة انك محتاجة ترجعي تسمعي نفسك. اسمعي نفسك، شوفي انتي حاسة بايه. طب هقولك نعمل ايه. انتي طبعا بعد ما عرفنا ال5 اسباب ممكن يكون عندك منهم سبب او 2 او 3 او ال5 كلهم كمان. هنعمل ايه؟ هتقولي لي يا هبة طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ قبل ما تاخدي اي قرار كبير كده في حياتك، خدي ورقة وقلم كده، اقعدي في هدوء كده، اشربي حاجة واستهدي بالله كده، وجاوبي على 5 اسئلة، بس جاوبي عليهم بصدق قوي 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 قوي. هقولك اول سؤال بيقول ايه. لو الخوف من الوحدة مش موجود، هتختاري العلاقة دي ولا لا؟ تاني سؤال، انا بحب الشخص اللي موجود قدامي دلوقتي ولا بحب ذكرياتي اللي كانت موجودة في البداية؟ ولو تالت سؤال بقى، لو الشخص ده ما اتغيرش، هل انا مستعدة اكمل العلاقة دي لمدة سنة مثلا او سنتين؟ رابع سؤال، انا مستمرة لان العلاقة دي مناسبة ليا، ولا ان فكرة الانفصال مخوفاني وعندي خوف من ان انا انفصل؟ خامس سؤال، لو واحدة بحبها جدا، صديقتي او اختي، يعني حد بحبه قوي قوي قوي، وجت حكيت لي نفس قصتي، هقول لها ايه؟ هقول لها كملي ولا عيدي تفكير؟ يمكن السبب في شخصيتك. هقول لك حاجة، خدي وقتك مع الاسئلة دي خالص، تستعجليش ان انت تجاوبي عليها، وما تجاوبيش الاجابة اللي نفسك تسمعيها، جاوبي الاجابة الحقيقية. لان احيانا احنا مش محتاجين حد ياخد قرار مكاننا، احنا محتاجين بس مساحة هادية نقعد نفكر فيها من غير خوف، من غير ضغط، من غير ما نحاول نرضي الناس، من غير اي ما حاجة تأثر على تفكيرنا. في نهاية الفيديو ده عايزة اقولك حاجة مهمة جدا، مش كل علاقة صعبة لازم تنتهي، لكن كل علاقة بتستنزفك او صعبة محتاجة وقفة مع نفسك،
انا مش بشجعك تنهي علاقاتك، انا بشجعك تقفي مع نفسك. اسألي نفسك، انا فعلا سعيدة هنا؟ انا حاسة بالامان والاحترام هنا؟ انا بقدر اكون نفسي تاني، اكون نفسي، يعني اكون انا هبة اللي انا عايزاها؟ ولا طول الوقت انا بحاول اثبت اني استحق الحب وان انا جميلة واستحق ان اتحب؟ الحب الحقيقي مش المفروض يخليكي طول الوقت تشكي في نفسك. لو الكلام ده حسيتي بيه او لمس حياتك، اكتبيلي في التعليقات وقوليلي تحبي نتكلم عن ايه المرة الجاية.